مساء الخير عليكم، إن شاء الله تكونوا بخير. معاكم أم سلامة لطبخ الحلويات. اليوم راح نشوفوا على بركة الله وصفة تقليدية. يعني هذا الفطور تاع يوم الجمعة. بدلنا يعني نعرفوا احنا الطعام بالمرقة ولا نديرو رشتة ولا نديرو حاجة تقليدية، ولكن هاد الوصفة تاني طعام بالخضر، يعني تقليدي وصحي في نفس الوقت. يعني ماذا بينا احنا على الأكل الصحي. شوفوا هذا في واحد المناطق من جهة غرداية يعني يقولوا له شوقوني، يعني يقولوا له شوقوني. وهنا كيما تحبوا، يعني تحبوا تقولوا له شوقوني، تحبوا يعني طعام بالخضر. يعني هذا طعام ما فيش المرق، ولكن شوفوا يجي حمر. تكون شوفوا طريقة التحضير تاعو، ويجي أيضا ندهنوه بزيت الزيتون. واش نقول لكم، وصفة صحية وبنينة ولذيذة. يعني صراحةً درتو خطرة عند خالتي يعني في المدية درناه. من تما وهي ديرو خطرات قلنا راني درت الشوكوني لي صراحةً عجبها بزاف. يعني كي بحالكم ما تبغوش ديرو، يعني تقدروا ديرو تكون عندكم الخضرة والطعام. يعني خير من نديرو مسفوف يعني بالزبيب بارد هكذاك، نديرو هذا سخون وصحي في نفس الوقت. والله واش نقول لكم، أنا خليت خاوتي يعني ما كانوش في الدار، درت غير أنا والوالدة. خاطرش راكم عارفين الولاد ولا الزوج يعني قليل وين يحبوا هاد الأكلات الصحية والتقليدية، ولكن إحنا نساء نحبوه. يعني واش نقول لكم، راح يجي رائع وبنين ويعني وصحي. غير بالخضر قلت لكم وزيت الزيتون. بسم الله على بركة الله، حنبدو مقادير الوصفة. يعني هذا الطعام بالخضر ولا شوكوني. عندنا حبة كورجيت كبيرة، 5 حبات ولا 6 جزر يعني زرودية، تكون متوسطة لأنه باش تجي حلوة ولذيذة، يعني تجي حلوة في هاد الوصفة تاعنا. وأيضا عندنا 3 حبات بطاطا، وتاني راس حار، يعني زوج ريسان جوية ولا الفلفل الحار على حساب ما الحرورة اللي تحبوه. أول شيء شللت الطعام، يعني درت أنا هنايا رطل وزدت، يعني شللته خليته حتى كي نشف من الماء. رحت حطيت الزيت، زدت حطيت فيه الزيت وقعدت نحبك هكا بيدي. يعني قعدت نحل في هذاك الكرة تاع الطعام، نحلو بيدي. هنا الوالدة تاعي كانت نقات الخضرة كما راكم تشوفوا، كل نوع خلاته وحده، يعني زرودية وحدها والبطاطا والكورجيت ويعني وهذاك الفلفل الحار تاني دوك نقطعوه في بول وحده، باش نحطوا الجزر من تحت ونزيدوا البطاطا ونزيدوا على حساب يعني النوعية. هنا رحت فورنا الطعام التفويرة الأولى عادي كيما مدارين نفورو التفويرة الأولى. حطيت عليه أنا الملح والماء، قعدت نرش الماء نرش فيه بشوية. يعني تحبوا ديروا الماء في الملح في الماء، ولا تحطوا الملح فوق الطعام يعني وترشوه بالماء بارد. كيما هكذا نفخوا الطعام عادي كيما مداري، ولكن ما تنفخوهش بزاف. علاش؟ لانه الخضره دوك كي نفوروها راح تطلق الماء، يعني تطلق الماء ونزيدو نخلطوها مع هذاك الطعام، يعني تجي سواسوه. بصح كون ترشوه بزاف يعني تشربوه بزاف بالماء راح يتعجن لكم. هنا جبت الكسكاس يعني اللي فورت فيه الطعام، حطيت زرودية من تحت، حطيت شوية ملح باش ما تجيناش صامتة. تاني زدت حطيت البطاطا، تاني زدت لها شوية ملح فوقها. وزدت حطيت الكورجات، حطيت تاني شوية ملح فوقها. وزدت في الطبقة الأخيرة حطيت الفلفل الحار. كما قلت لكم فلفل حار اختياري، تحبوا ديروا فلفل يعني جوية، تحبوا حتى مع التالي ديروا يعني الهريسة. يعني اللي يحب الحار يدير الهريسة، ولكن ماشي كيما فلفل حار جوية هكا. الله الله والله يجي واحد الحرورية طبيعية، يعني تجي بنينة خير من الهريسة. هنا جبت الطعام هنا اللي كنت شمخته، قعدت نحل فيه بيديا وحطيت، شوفوا حطيت ملعقتين طماطم مصبرة فوق هذا الطعام. يعني شوفوا 2 ملاعق طماطم مصبرة، نخلطو مليح ونزيد أيضا 2 ملاعق كبار زيت الزيتون. كما قلت لكم هذه وصفة تقليدية مع أصحاب يعني يديروها في الصحراء، يعني في غرداية.
واش نقول لكم صحية لذيذة، يعني مام ولادكم راح ياكلوها كما قلت لكم غير بالخضر. شوفوا الطماطم، زدت شوية طماطم باش تجينا هذيك الحمورية، وزيت الزيتون أيضا صحي، معناتها الأكلة هذا الطبق يعني هذا الطعام صحي. هنا بعد لي طابت هذيك يعني طابت الخضرة، نسيتها لقيتها طابت، حطيت فوق هذيك الخضرة حطيت الطعام باش يفور كيما راكم تشوفوني درت. يعني بعد لي خلطته بالطماطم وزيت الزيتون حبكته مليح، حطيت من الفوق الطعام فوق الخضرة. بعد خليته فار، يعني كي بدا يفور الطعام، الخضرة كانت طايبة، حطيت كلش مع بعض، يعني كلش حطيته في القصعة. هاد الخضر مع الطعام لازم كلش يتخلطوا يعني. زدت عليه ملعقتين ولا حتى 4 زيت زيتون، أنا كترت زيت زيتون يعني درت 4 ملاعق زيت زيتون. واش نقول لكم، هاد الوصفة يليق تتشمخ بزيت زيتون، تكون يعني مليحة بالزيت الزيتون. هنا قاعد تخلط مليح. تشوفوا تحبوا ديروا السمن، تحبوا ديروا الزبدة، وإذا ما حبيتوش يعني حبيتوا غير زيت زيتون يعني ديروا غير زيت زيتون. وإذا حبيتوا تخلطوا بين زيت زيتون ولا السمن، يعني إذا ما حبيتوش ذوق قاصح يعني قوي تاع زيت زيتون، ديروا خلطوا السمن مع هنا دقتو أنا والوالدة تاعي قالت لي ماهوش حار بزاف، يعني زدنا ملعقة كبيرة تاع الهريسة. في هذه المرحلة شوفوا تحبوا تعاودوا تفوروه بعد لي كلشي خلطناه مع بعض والهريسة وكلش، تحبوا يعني تخلوه هكذا، يعني للزوج راهو طايب وراهو واجد، يعني مش راح يضركم ولا كما قلت لكم بالعكس هذا صحي، راح تصيبوا صحتكم به. هنايا حطيناه يعني في القصعة تاع اللوح، وحطينا اللبن يعني انا والوالده تاعي. واش نقول لكم كلينا منه حتى ما حتى واش نقول لكم يعني شبعنا. والله قالت لي الوالده خيم الطعام بالمرقه. هنا حطيت زيت زيتون، انا قلت لها نحبو مشمخ، نحبو كتر فيه زيت زيتون. كي ضاقت الوالده معايا قالت لي زيدي رشي لنا كاع رشي، زيدي كبينا زيت زيتون. ودرك غادي وصلت لنهاية الفيديو، ما عليا غير نقولكم تهلاو في رواحكم، ما تنساونيش بجيم والاشتراك اللي مازال مشتركتش، وشكرا.